يدركون تماما بأن الانتصار غدا على صحار مهم بالنسبة لهم حتى يتغير سلم الترتيب وحتى تكون الأمور مختلفة بالنسبة لهم، لأن التغيير مطلوب بالنسبة لنادي سمائل إذا ما أراد البقاء في بطولة الدوري. وهنا التغيير، الله 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 الله، جول أول يسجل لمصلحة نادي النصر عن طريق إبراهيم أندريس، يسجل واحد من أجمل أهداف بطولة دورينا بقذيفة صاروخية تسكن في شباك المهتدي، ويسجل بذلك نادي النصر الهدف الأول عن طريق اللاعب إبراهيم أندريس. يسجل هدف جميل، يبدع ويتميز ويسجل الهدف الأول. لاحظ هذه الكرة ولاحظ هذه التسديدة الصاروخية التي لا تصد ولا ترد، قوية 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 في شباك المهتدي ليسجل النصر هذا الهدف الرائع، هذا الهدف الجميل. الله 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 على روعة الأقدام، أي روعة وأي جمال وأي إبداع وأي هدف جميل يسجل في مرمى نادي بهلة، والنصر يسجل. والنصر عبد السلام هو من سيسدد هذه الكرة أم فيصل البلوشي؟ عبد السلام هو الأقرب، تسديدة من عبد السلام قوية، الله 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 الله. عودة نادي بهلة تأتي عن طريق ويندا، يعيدهم إلى المواجهة ويسجل التعادل، ويعود نادي بهلة إلى اللقاء وإلى المواجهة ويسجل أول الأهداف من خلال أول الضربات في هذا اللقاء في هذه المواجهة. يسجل الآن نادي بهلة في مرمى إبراهيم الراجحي بعد الكرة الماضية وبعد التسديدة الماضية التي سددها عبد السلام، وبانتظار أن نشاهد الإعادة للهدف الذي سجله عبد السلام الذي سجله اللاعب اللي هو اللاعب ويندا. هذه الكرة القوية من عبد السلام، وبعد ذلك الإبعاد من قبل إبراهيم، لكن كان ويندا حاضرا وسجل التعادل وسجل ثالث هدف له هذا الموسم. هذه الكرة، هذه اللعبة، هذه التسديدة، ثالث أهداف ويندا كلها كانت في مجمع نزوة. هناك تسديدة عبد السلام، يمتلك قدم يمنى قوية، وويندا يقول بأن التعادل سيكون لمصلحة بهلة. هدف هو يلعب على ملعبه، لكن ما في حضور جماهيري كبير بالنسبة لهذه المواجهة. لكن هنا خالد السليمي، هنا تسديد، الله 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 الله، جول ثاني يسجله خالد السليمي في مرمى المهتدي العبري، ونادي النصر يعود للتقدم ويعود لأن يسجل الهدف الثاني في هذه المواجهة بعد كرة قوية تسكن في مرمى الحارس المهتدي العبري. وسلامات لخالد السليمي الساقط في أرضية ملعب المباراة. نعم، أتى بالأمان وأتى بهدف التقدم في مرمى المهتدي العبري بعد كرة ماضية وبعد لعبة ماضية جاء بها بهدف ثاني وسط غضب من جماهير نادي بهلة. هذه الكرة، هذه اللعبة، هذه كرة خالد، هذه تسديدة خالد، قوية 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 تسكن في الشباك ويسجل الهدف الثاني لمصلحة نادي النصر. النصر يسجل، النصر يبدع، النصر يمتع، والنصر يسجل الهدف الثاني ويرسل معها التهاني لجماهير النصر. ولدينا الكرة عند حسين الشحري على التنفيذ. حسين هو من سيلعب هذه الكرة، حسين هو من سيرسل هذه الكرة. هل ستكون مباشرة إلى المرمى أم أن الكرة
الكرة تكون إلى كرة عرضية، ولكنها أقرب أن تكون إلى تسديدة إلى المرمى. هنا المهتدي الحذر، وهنا الكرة، الله 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 الله، جول ثالث للنصر. سجل في الذهاب وعاد في الإياب، وسجل في مرمى نادي مهلا مرة أخرى. الله 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 على نادي النصر وعلى هذه الأمسية الجميلة، والنصر في أبهى حلة، والنصر في مباراة كبيرة، وهدف يسجل وهدف ثالث ونقاط ثلاث لمصلحة نادي النصر. هنا تسديدة بقدم اللاعب، نعم حسين الشحري، غيرت المسار وتغير بعد ذلك الحال، وجاء الهدف الثالث في مرمى المهتدي العبري. هدف جميل وكرة كانت قوية وتسديدة رائعة من قبل حسين، يسجل ثالث هدف له، ويسجل بذلك نادي النصر النقاط الثلاث.